كلنا كده ما نقدرش نستغنى عن الجبنة سواء في الفطار او على العشاء، وخاصة فطار يوم الجمعة. النهاردة كده هعمل معاكم الجبنة ملح خفيف بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقول لكم ازاي تحفظوها وقت طويل وكمان بامكانيات قليلة جدا. يعني لو انت عمرك ما عملتي جبنة هخليكي استاذة في الفيديو ده. لو انتوا اول مرة تشوفوني فانا ايمي، يا ريت تنوروني باللايكات والكومنتات. اول حاجة كده عندي 3 كيلو من اللبن، ضفت عليهم 3 معالق من المنفعة. المنفعة دي بنشتريها من عند العطار او من اي مكان مثلا زي الجزار ممكن يكون بيبيعها. هبدأ كده اقلب كويس جدا واضيف معلقة من الملح، وابدأ كده اغطيها بشاشة او بفوطة او باي حاجة عندك. بعد ساعتين كده هتلاقي الجبنة فصلت معاكي بكل سهولة. شفتوا في اسهل من كده؟ عايزة اقول لكم كده نبقى خلصنا الجبنة. جبت طبعا الشاشة، لو مش موجودة عندك هتبقى طرحة تبقى خفيفة معاكي عشان تنزل الشرش اللي هينزل من الجبنة. هبدأ كده اضيف كل كمية الجبنة معايا في الشاشة بتاعتنا علشان انزل منها الشرش، والشرش ده طبعا هو الكنز بتاعنا اللي هنعمل منه معجنات وكمان هنحفظ فيه الجبنة. هبدأ كده امسك الشاشة بتاعتي وابدأ كده اربطها ربطة شديدة قوي. يعني جوزك مضايقك، تخيلي بقى انك انت ايه بتدي فيه بقى واربطيها ربطه جامده كده وسيبيها لحد ما تتصفى معاكي زي ما انت عايزه الجبنه تبقى متماسكه جدا جدا، سيبيها تتصفى خالص. عايزاها تبقى طريه وحلوه معاكي، سيبيها لمده ساعه بس. زي ما انتوا شايفين هنا كنت سبتها معايا ساعتين، وطبعا انا كل مره بخليها ساعه واحده بس بتبقى مظبوطه. بس طبعا قالوا لي في البيت عايزينها تبقى متصفيه خالص وما فيهاش ولا نقطه شرش، وتبقى زي اللي بنشتريها من بره. شايفين بقت ايه؟ بقت زي الحجر كده، ما فيهاش ولا اي نقطه من الشرش. سبتها كده في المصفى عشان تاخد الشكل بتاع المصفى، وهبدأ اقطعها بكل سهولة. طبعا حابة تزودي الملح مفيش اي مشكلة، ولو انت حابة تضيفي زيتون في اللحظة بعد ما تصفي الجبنة هتضيفي الزيتون بتاعك، تضيفي فلفل زي ما انت عايزة. انا بحبها سادة كده زي ما انتوا شايفين. الله الله الله، ولا فيها اي حاجة غلط زي اللي بنشتريها من بره، مظبوطة طرية معايا متماسكة. عايزين نحفظ الجبنة اللي عملناها؟ عندي علبة تلاجة هنزل بكل الشرش اللي نزل من الجبنة، وابدأ كده اضيف مكعبات الجبنة وربع معلقة من الملح واسيبها كده. حابة تضيفي قرن فلفل يديكي طعم الفلفل، حابة تضيفي زيتون برضو مفيش اي مشكلة، الطعم اللي انت حابة تضيفيه حطيه. وهتغطيها وتطلعي بالمعلقة وبلاش بايدك خالص علشان تفضل معاكي الجبنة لاكتر فترة. اسيبكم في رعاية الله، وعلى